السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. طبعا ده ان شاء الله يبقى اول فيديو لينا في 23. هو ان شاء الله مش هطول عليكم فيه، واقول حاجه بسيطه كده انا لاحظتها مع كذا فني كان ركبها. في ناس كتير زي ما احنا متعودين بنقول المعلومه اللي ما يعرفهاش وبنأكد اللي يعرفها. لما نيجي نركب ترومبه رفع، ترومبه الرفع دي اللي هي بتركب في الغرفه، لو احنا عندنا بيزمنت او جراج او الكلام ده بيركب فيها ترومبه رفع عشان تطلع الميه من الارض اللي هي الغرفه اللي في الارض لحد المواسير من فوق. فترومبه الرفع دي طبعا هي انواع كتير واشكال كتير، وفي منها قدرات حصان ونص حصان وحصان الا ربع وحصان ونص والكلام ده. احنا معانا هنا كده الترومبه دي اللي هي سيتي، اللي انا طالع اتكلم عليه ان دي العوامه بتاعه الترومبه. العوامه دي الترومبه دي بتشتغل عن طريق لما الميه بتجمع في الغرفه بتروح رافعه العوامه دي كده، تروح الترومبه واخده امر تلقائي انها تشتغل. انا بقى عايز حضرتك لما تيجي تركب الترومبه تروح مقصر المسافه دي، المسافه دي قصرها عشان الترومبه تشتغل في وقت في كميه ميه قليله. ما تستناش لحد ما تروح رفع ضغط لحد البالون الارتفاع ده كله وتروح مقصرها من هنا كده. يعني كل ترومبه بيبقى جاي فيها حاجه زي دي كده اهو، هي اللي قدامك دي زي مجرى راكب فيها الكابل بتاع العوامه. حضرتك هتروح مقصرها من هنا كده، هتشدها لورا، تروح مرجعها لورا كده وتروح بص بقى هتشتغل على المسافه. وفرت حوالي بتاع 20 سم. ال 20 سم دول بقى ممكن يعملوا معاك 20 لتر ميه، 50 لتر ميه، 100 لتر ميه، 200 لتر ميه على حسب سعه الغرفه. يبقى انت لما تيجي تركب ترومبه رفع يا ريت تقصر العوامه بتاعتها. حاجه سريعه. كل عام وانتم بخير. 23 ان شاء الله هيبقى عام سعيد علينا وعليكم. محمد شعراوي، السلام عليكم.